يعطيكم العافية. ردا على مقطع فيديو لشاب مسمي صفحته ابن سوريا، وبفتخر فيه أنا وبكل شاب هيك بيطلع عنده حمية وعنده غيرة على الوطن وعلى التراب وعلى الأرض وعلى عروبته وعلى وطنيته لبلده. يعني من السويدة الشاب أنا بحييه وبحيي جبل العرب واهلنا النشامة بالسويدة، وبضم صوتي لصوته بموضوع انه عم تلوموا السويدة وعم تلوموا درعا والقنيطرة وعم تلوموا المناطق الجنوبية بسوريا. طيب يا اخي، اليوم نحن فعلا وين حكومتنا؟ تطلع تندد بكلام النتن ياهو وتطلع تدافع عن نفسها وتدافع عن شعبها وارضها وترابها. ما بدنا نحط اللوم نحن. انا ما عم دافع عن حدا، انا ابن الشام ماني ابن السويدة مشان ما يفكروني هلا ابن السويدة وعم دافع عنه. لا، انا ابن الشام بس بضم صوتي له بعروبته وبسوريته. يعني انا ابن بلدي بضل هذا بالنهاية، بضم صوتي لصوته وعم يحكي كلام منطقي. يعني وين الحكومة اليوم تطلع تدافع عن نفسها وعن شعبها وعن ارضها؟ وينها؟ وين باقي المناطق بسوريا وباقي المحافظات؟ وين باقي الأقليات بسوريا والأكثريات والناس كلها بسوريا تطلع اليوم بمظاهرات تنديد للشيء اللي عم يحكيه نتنياهو والتصريحات اللي عم يطلع فيها؟ وينها؟ ولا بدنا نحط اللوم على ناس وناس؟ نحن لا، ما بيصير. نحن كسوريين اليوم كلنا إذا ما كنا إيد وحدة ضد الهجمة الغاشمة هي من إسرائيل وأمريكا وغيرها وغيراتها، ما حدا رح يفيدنا ولا حدا رح يكون معنا. ولا حدا يقول لي نحن اليوم ضعفاء. لا، نحن أقوياء. إذا عنا إرادة وحب للوطن نحن أقوياء. نحن أقوياء اليوم إذا عنا حب للوطن وعنا غيرة على الوطن. نحن يمكن ببارودة بكلاشينكوف نحسن نعمل شيء ضد إسرائيل فعلا. يعني نحن تاركين جنوب السوريا وعم تسرح وتمرح إسرائيل على كيفها، وطالعين لفلول النظام. نحن مع ملاحقة فلول النظام، بس في عنا اليوم شيء أساسيات بسوريا يلي هي إسرائيل. إسرائيل صارت على كيفها هنيك، عم تروح وتجي وتفوت وتطلع. وفعلا يعني موضوع حساس. بتمنى من كل اخواتنا السوريين الشرفاء بمظاهرات حاشدة بكرة بعد بكرة حاشدة، وانا اقسم بالله لو اني على ارض سوريا لنفذ، لكن بعيد للأسف ضد الشيء اللي عم يحكيه نتنياهو، ضد القرارات اللي عم ياخدها. وحكومتنا تطلع وتحكي وتصرح وتستنكر. ضروري. مو كل العبء اليوم على السويدة واهل الجنوب، لا، نحن كسوريين هي مسؤوليتنا كلياتنا. ويا ريت هالمقطع هذا ينتشر على اعلى مستوى، ويسعد مساكم.